لا اله الا الله. خلاص خلاص يا ابني، خلاص يا ابني، يا ابني ايه اللي حصل؟ حبيبتي حبيبتك مين؟ ديتي. يا ابني، يا ابني انت مش مرتبط اصلا. أنا مرتبط في خيالي. مرتبط في خيالك. اه. وحبيبتك اللي في خيالك دي عملت ايه؟ كانت خانتك ازاي يعني؟ جابت سارة. قوم يلا، قوم يلا، بدل ما اعمل فيك حاجه خليك انت اللي تجيب ساره. قوم. هو ايه اللي على وزن قاره؟ خير بسارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجة غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرقوش؟ هو رايك ده انا مش لاعب وهتلفظ بتوع غيري. روح. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. وفي كاتب اسمه ويليام شكسبير. ها؟ عايز اعمل جديد. بابا، مع كتبي على السفره. ديتي. انت مش مرتبط اصلا. وقفتني مكان على الطريق، وانا ايه اللي قعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهايه. اخيرا خلصت الروايه اللي هاخد بيها جايزه نوبل. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد. روايه جاتسبي العظيم لاف سكوت فيتزجيرالد. الروايه بتبدا بواحد عنده امال كبيره اسمه نيك، بيتكلم عن مهاره خاصه بيملكها بان الناس بتستريح له لانه ما بيحكمش على حد، دايما مستمع وساكت وسلبي. بيقعد في مكان في امريكا هما شبه جزيرتين شبه البيضتين جنب بعض، وهو قاعد في النص الفقير شويه، بس قاعد جنب قصر واحد كبير اسمه جاتسبي. راح على الناحيه التانيه علشان يقابل صديق ليه اسمه توم بيوكانن في حفله فيلته، ومراته ديزي اعز اصحابه من سنين. قابل هناك بنت جميله اسمها جوردن بيكر، سالته ساكن فين، وسالته لما عرفت هو ساكن فين اكيد تعرف جاتسبي. الحفله شغلتهم، بس حصل موقف غريب. ديزي مرات توم وجوزها اتخانقوا سوا، وعرف من صاحبتها ان سبب الخناقه ان توم ليه عشيقه. بيتكلم مع ديزي عشان يلطف جو الحفله اللي تنشن، وبيسالها على بنتها. قالت له لما خلفتها وكان توم مش موجود وعرفت انها بنت، اتمنت لها انها تكون هبلة عشان تعرف تعيش. وخلصت الحفلة ورجع لبيته. وفي يوم خرج مع توم في طريقهم لنيويورك، ولما وصلوا المنطقة بيسموها حقل الرماد، مشهورة بلوحة لدكتور عيون اتصاب بالعمى، لكن اللوحة فضلت متعلقة لعينين كبار ورا نضارة. لقى توم بيقف وبيقول له تعالى معرفك على حبيبتي. راحوا على محل تصليح عربيات، وهناك قابل صاحب المحل وزوجته. ولما دخل صاحب المحل عشان يبص على العربية الوحيدة اللي بتتصلح، توم طلب منها تيجي على نيويورك زي كل مرة. راحوا نيويورك وقعدوا مع شوية أصدقاء، وسمع تاني الناس بتسأله عن جاره جاتسبي. وبرضه خلصت الحفلة ورجع على بيته. في الصيف كان بيشوف قصر جاتسبي مليان حفلات، ناس رايحة وناس جاية، أكل وشرب طالع وداخل. وفي يوم جات له رسالة من القصر إنه معزوم على حفلة. وإن جاتسبي كان بيشوفه كتير وعايز يعزمه، بس كان عنده ظروف بتمنعه من ده. سمع في الحفلة عن كرمه بكل الأنواع، وبرضه سمع إشاعات إنه ممكن يكون قتل حد ومختفي، أو حتى إنه جاسوس ألماني أو ضابط في الجيش الأمريكي. كان بيدور على جاتسبي في كل مكان في الحفلة. زهق وقعد وقابل شاب في نفس عمره وقال له إنه شافه قبل كده، وطلعوا اتقابلوا في الجيش وقت الحرب. سأله عن اسمه، قال له أنا جاتسبي. بعد الحفلة في الشهور اللي بعد كده راح مع جاتسبي مكان واتنين، وفي يوم زاروا جاتسبي في بيته، خدوا وخرجوا وسألوا ايه رأيك فيا؟ اوعى تصدق اللي بيتقال عني. أنا هحكي لك الحقيقة. جاتسبي كان من عيلة غنية ماتت كلها وسابت له ثروة كبيرة، وكان عايش في أوروبا عشان ينسى حادثة حزينة في حياته. ولما جت الحرب راح وعمل كل حاجة علشان يموت، لكن بقى بطل حرب. بيقول له إن بيحكي له حياته كلها علشان هيطلب منه طلب، واللي هتحكيه له هي صديقة مشتركة جوردن بيكر اللي حضرت معاه الحفلة، وكان جاتسبي طلب يكلمها على انفراد. ولما قابل جوردن بيكر قالت له ان دايزي كانت تعرف جاتسبي ايام ما كان في الجيش. في يوم فرحها على توم بيوكانن كانت جوردن بيكر وصفتها. دخلت لقيتها منهارة وسكرانة وماسكة جواب، لدرجة ان هي رمت عقد اللولي اللي توم جابه لها في الزبالة، وكانت رافضة تتجوز. فوقتها وخلص الموضوع على كده واتجوزت. وكانت بتحب توم حب عظيم، لكن ابتدت تظهر خياناته ليها. بيقول له انها لما كانت بتسأله على جاتسبي كانت لسه سامعة الاسم، ودايزي سألتها عليه،
وعرفت انه الضابط اللي كانت تعرفه. طلب جاتسبي من نيك انه يعزم دايزي ان هي تقابله في بيته، وهو هيجي كمان. بيفكر نيك، معقول جاتسبي طول الوقت ده مستني علشان يقابل دايزي؟ بعد السنين دي يشتري القصر ويقابل جاره ويتعرف عليه عشان يبقى قريب من دايزي وبس يقابلها عنده؟ بتقوله انه كان مكسوف يطلب منه الطلب ده علشان ما يفهموش غلط، وانه عاوز يوريها قصره، وانه كان بيعمل الحفلات دي كلها علشان يمكن تيجي مرة صدفة ويقابلها. هو مش عايزها تعرف انها هتقابله، ومش عاوز بس غير انه يشوفها زي ما هو طلب من نيك. نيك عزم دايزي فعلا ان هما يشربوا الشاي سوا الساعة 4، واليوم ده جاتسبي جه الساعة 10 الصبح، وكان متوتر وقلقان جدا لدرجة انه خلى الخدم ييجوا ينظفوا بيت نيك ويقصوا النجيلة ويجيبوا له طقم شاي، وكمان يجيبوا له 12 كيكة. الساعة لما وصلت 4 ودقيقتين قام جاتسبي وقال له انا محدش هيجي، انا مش هستنى طول اليوم، انا لازم امشي. هدانك. وفجأة جت دايزي، هدوء وصمت، توتر وقلق ونظرات لوم. كان جاتسبي طول الوقت بيتصرف زي طفل صغير. سابهم نيك وعمل نفسه خرج يعمل حاجة، ورجع لقاهم قاعدين قدام بعض. دايزي عينها مليانة دموع وجاتسبي عينيه منورة. طلب منهم جاتسبي ان هم ييجوا يشوفوا القصر بتاعه، والأول مرة نيك يشوف القصر من غير الحفلات والمعازيم، لدرجة ان هو تخيل ان هما مستخبيين بأمر من جاتسبي لحد ما دايزي تشوف القصر وتمشي. شافوا كل سنتي في القصر، وفي الآخر راحوا الخليج في آخر القصر. جاتسبي قال لها ان لو مفيش ضباب هتشوف على الناحية التانية الفيلا بتاعتها، وفي نور أخضر كده بينور ويطفي ناحيته. خلص اليوم وشاف نيك نظرة انبهار الحب ودفاه وسط الاتنين دول. في يوم بعدها بشهور توم بيوكانن زوج دايزي مع مجموعة من الأصدقاء بيتمشوا في المنطقة قابلوا جاتسبي. كان في نوع من التوتر في كلامه باين قوي في كلامه مع توم، وعزمهم على حفلاته. واخيرا حضرت دايزي حفلة لجاتسبي بس مع توم. بعد الحفلة جاتسبي كان متضايق، بيكلم نيك بيقول له الحفلة أكيد ما عجبتهاش، ونيك بيحاول يهديه والتاني متوتر جدا. كل اللي بيفكر فيه إنه يرجع 5 سنين لورا، وبيتمنى إن دايزي تقول لتوم إنها مش بتحبه ويتطلقوا ويرجع هو وهي لبعض. ما بقاش فيه حفلات، القصر بقى مهمل بعد ما جاتسبي طرد كل الخدم اللي عنده واستبدلهم بناس تانية. لما نيك كلمه في التليفون قال له إنه عمل كده علشان خاطر الخدم ما يشوفوش دايزي اللي كانت بتزوره كل فترة يتكلموا سوا. بيتنقل الكلام لمشهد دايزي وجاتسبي وتوم وجوردن في شقة توم. الجو حر، كانت دايزي عزمتهم على الغدا عندها. توم مشغول في مكالمة تليفون مع عشيقته. بنت دايزي بتخش تتعرف على نيك وجاتسبي وجوردن. توم وهما قاعدين بيتغدوا بيلاحظ نظرات دايزي وجاتسبي لبعض، بيقترح عليهم يروحوا المدينة. عربية جاتسبي بسبب الحر كانت مكشوفة وسخنة. توم بيعرض عليه ان هما يروحوا نيويورك بعربيته، وهو هيسوق عربية جاتسبي لهناك. دايزي ما ركبتش مع توم وركبت مع جاتسبي، ونيك وجوردن ركبوا مع توم اللي حس انهم عارفين حاجة هما كمان. وقفوا عند محل تصليح العربيات اللي عند يافطة دكتور العيون علشان يزودوا بنزين، وكان توم بيتكلم معاهم على انه عارف اللي بيحصل ورا ظهره، بيتسابقوا بالعربية. توم حاسس انه بيخسر مراته، وكمان عرف ان عشيقته هتسافر لان جوزها قال لتوم ان هو حاسس انها بتخونه وعايز ياخدها بعيد عن هنا. قعدوا الاربعة في اوضة فندق والكلام كان حاد ومتوتر. واجه توم جاتسبي وسأله انت عاوز ايه من دايزي؟ وقال له انه عارف انه شخص مزيف. جاتسبي قال له مراتك دايزي مش بتحبك ولا هتحبك، هي بتحبني انا بس ما كناش نقدر نكون مع بعض عشان كنت فقير. دايزي اعترفت ان هي حبت توم في وقت وكانت بتحب جاتسبي، بس عايزه المناقشه دي تنتهي دلوقتي، خصوصا ان توم قال اسرار ثروه جاتسبي زي التهريب والتجاره من الباطن، وكان جاتسبي بيدافع عن نفسه ليها هي بس. ونزل الكل وركبوا عربيات. عربيه جاتسبي الصفراء خبطت ميرتل عشيقة توم. توم عرف الناس بعد ما عدى من نفس المكان عن الحادثه، ولقى زوجة ميرتل اللي كان هيهاجمه علشان كان شافه راكب العربيه الصفراء الصبح، لكنه اكد له ان دي مش عربيته وانه سايق عربيه زرقاء اهي ولسه معدي بيها. وراحوا كلهم على بيت توم، وهناك نيك رجع علشان ياخد تاكسي لبيته، لكنه لقى جاتسبي
بيناديه من بين الاشجار، وعرف ان اللي كان سايق العربيه الصفراء وهم راجعين دايزي، وفهم ان اكيد ميرتل كانت نازله علشان توقف العربيه لانها كانت فاكراها عربيه توم لانه كان سايقها الصبح، وده علشان ياخدها لان جوزها بيضربها وحابسها علشان ياخدها بعيد عن هنا. جاتسبي كان عايز يطمن ان توم مش هيأذي دايزي، وكان هيستخبى هنا للصبح وهيقول وهيعترف ان هو اللي كان سايق مش دايزي. سابوا نيك ورجع البيت. الصبح اول ما سمع صوت جاتسبي راجع راح وقعد معاه وقال له ان لازم يهرب قبل ما يعرفوا ان عربيته هي اللي عملت الحادثه. لكن جاتسبي كان عنده امل ان دايزي ترجع، بس نيك شافهم هي وتوم وهما بيتصالحوا ومش قادر يواجه جاتسبي بده، وخصوصا انه قال له كل اسراره وعرفه انه كان فقير وان كان ده العائق بينه وبين دايزي. ولما راح يحارب كانت الجوابات بينهم ما بتتقطعش ومع الوعد ان هو يرجع لها، لكن الحياه ما سمحتلوش انه يوفي الوعد ده في وقتها، وهي كان بيتضغط عليها واتجوزت وما قدرش يمنع ده كشخص مفلس، ولكنه دلوقتي غني. نيك سابه وراح الشغل وقال له قبل ما يمشي ان الناس دي عفن وان هو مش كده. براءة جاتسبي كانت واضحة وسابه بالعافية عشان كان مضطر يروح الشغل، وجاتسبي قال له انه هيستنى في القصر مكالمة دايزي. ويلسون زوج ميرتل عشيقة توم واللي كان حزين عليها قال لتوم انه هيعرف مين صاحب العربية، وان صاحب العربية دي قتلها عشان كانت بتخونه معاه لانها كانت بتجري ناحية العربية عشان ياخدها معاه بس داسها. فضل طول اليوم يدور لحد ما وصل لبيت جاتسبي. الخدم سمعوا طلق نار وانتحر ويلسون بعد ما قتل اللي فاكر ان هو عشيق مراته. نيك جري من الشغل بعد ما سمع الخبر. اول حاجة فكر فيها انه يكلم دايزي، لكنه عرف انهم سابوا الفيلا ومحدش يعرف هما راحوا فين، وطلعت الاشاعات على سبب مقتل جاتسبي. وحس نيك بالمسؤولية انه يقول الحقيقة، خصوصا ان محدش جه جنازة جاتسبي من اللي كانوا بيملوا حفلته، ولا اصحاب ولا دايزي، بس ابو جاتسبي الوحيد اللي جه الجنازة. نيك بعد فترة شاف توم في الشارع. توم قرب علشان يسلم عليه، لكن نيك مرضاش يسلم عليه لانه عارف ان اكيد هو اللي قال لويلسون على مين صاحب العربية. وتوم كان بيدافع عن نفسه ان ويلسون كان جاي سائر جدا وكان لازم يقوله والا هيأذيه. بس كده الحياة المادية انك تمشي ورا هدف واحد لكنه بره عنك وتحوط نفسك بكل اللي هو عاوزه بس ياخد منك، ومفهوم الحقيقة اللي عمره ما كان حقيقي. اعتقد ان هي دي الحاجات اللي بتناقشها الرواية. واحد بيطارد شبح ذكرى ومستعد يتخلى عن كل شيء في مقابلها من غير ما يبص للي في ايده دلوقتي، وواحد تاني معاه نعمة لكنه بيرفضها وما بيحزنش عليها غير لما بتكون قربت تضيع منه. واحدة كانت تملك العالم لكنها كانت مستسلمة لانه يحركها، وكل دول يستحقوا العقاب بشكل او باخر، عقاب الهي بيراقب زي عين الدكتور في لوحة الاعلانات اللي تحتها كل واحد خسر حاجة. رواية تفاصيلها مخيفة، تحس وانت بتقراها انك عارف تشوف كل حاجة. الكاتب بيوصف ادق تفاصيلها. يمكن النوع ده من الروايات ما بيعجبنيش لانه ما بيسيبش الخيال القارئ مساحة، لكن ده ما يمنعش ان طريقة الوصف مربكة وموترة ومشبعة. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.